معاكم إيريني من قناة إيجو تورينا. لو أول مرة بتشوفوا القناة، أنا مرشدة سياحية وبعمل فيديوهات عن الأماكن السياحية والأثرية في مصر، فيديوهات إنجليش وعربي. لو عجبتكم فكرة القناة اضغطوا حالا على سبسكرايب علشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وتقدروا تختاروا من البلاي ليست الفيديو اللي انتوا عايزينه بكل سهولة، أو بتعملوا سيرش وبتكتبوا اسم الفيديو وجنبيه تكتبوا إيجو تورينا. النهاردة هاخدكم في جولة للساحل الشمالي لمدينة العلمين الجديدة. هنتفرج على شاطئ العلمين العام وهنعرف كل حاجة عنه بالتفصيل. الأول كده خلينا نعرف ازاي نروح العلمين. لو انت جاي من اسكندرية فالطريق بياخد حوالي ساعة وربع أو ساعة ونص بالكتير، ولو انت جاي من القاهرة في طريق جديد بتاخده هو طريق وادي النطرون. بدل ما بتروح اسكندرية وبتوصل للبوابة وبتروح منها للعلمين، فالطريق ده بيكون أسرع وأوفر في الوقت، بيبقى حوالي بالكتير قوي 3 ساعات. ولو مفيش عربية بتقدر تاخد من الموقف أي ميكروباص. شايفين الإنشاءات الجديدة؟ الشغل هنا تقريبا شغال 24 ساعة. العلمين بقت مدينة ساحلية جميلة جدا. بقى في عندنا هنا قصر للرئاسة، في مجلس الوزراء، في مباني جديدة مختلفة، في أحياء مختلفة وأشهرهم الحي اللاتيني، وطبعا منطقة الأبراج الساحلية. وكنت عامله لكم حلقه من حوالي سنه عن العلمين وفيها اهم الاماكن اللي بتتزار هنا، تقدروا تشوفوها من البلاي ليست. ويلا بينا نروح على الشاطئ. ومن امام الابراج الساحليه بنلاقي شاطئ العلمين العام. كده احنا وصلنا عند الشاطئ. الشاطئ موجود امام الابراج الساحليه. البراجولات اللي قدامنا دي لسه مش عارفين هتكون عباره عن ايه. هل هتبقى كافيه صغير بيقدموا فيه مشروبات، ولا هتكون عباره عن قعدات؟ الأول كده تعالوا نعرف طبيعة الصخور الموجودة هنا في الشاطئ نوعها ايه. الشاطئ هنا رملي. الشاطئ رملي تماما، رملي 100%. اللي قدامنا دي عبارة عن زي تل كده صغير معمول من الرملة، يعني انت ممكن لو وقفت عليه تلاقي الرملة بتتزحلق بيك. وفي صخور، بس الصخور دي قليلة قوي قوي قوي، وناعمة جدا جدا جدا. يعني لو وقفتوا عليها مش هتحسوا ان هي صخرة من كتر ما هي ناعمة. وده اللي بتميز بيه الساحل الشمالي كله. بنلاقي رملته لونها جميل جدا وابيض جدا، مفيش زيها في اي مكان تاني. يعني مثلا في اسكندرية او في البحر الاحمر كلهم بتلاقوا الرملة بتاعتهم صفرة، لكن الرملة البيضة دي مش بتلاقوها غير هنا في الساحل. من اول ما بتاخدوا كده طريق الساحل، امتداد بقى من قرية مراقية ومارينا، ولحد ما توصلوا العلمين وتفضلوا بقى مكملين لحد مطروح. تعالوا دلوقتي نشوف البحر. البحر هنا ميته زرقاء صافية، مش زي ما احنا شايفين، لأ، هو أحلى من اللي احنا شايفينه. زرقان المية دي في كتير قوي من الأجانب كانوا بيحبوا يجوا هنا علشان يشوفوا لون المية دي بعد ما سمعوا عنها. وفعلا لما كانوا بيجوا كانوا بيقولوا ان زرقان المية دي ان هم عمرهم ما شافوه في اي مكان تاني في العالم. شايفين بقى الموجة البيضة مع زرقان اللون البحر عاملين ماتشنج حلو قوي، فأي حد هيجي هنا هيستمتع وهيتبسط حتى لو مش هينزل المية. طيب بعد ما شفنا المية الجميلة دي ومش هنقدر نقاوم ولازم ننزل المية، نعمل ايه؟ اول حاجة كده لازم نشوف المكان ده امان ولا لا. هو عموما البحر المتوسط امان جدا، بس قبل ما ننزل المية حابة اقول لكم ان البحر هنا قدامنا مفتوح، ومفيش اي صدادات او اشارات او الاعلام اللي هي بتبقى موجودة في الشواطئ كلها. يعني ممكن يكون في سحب، ممكن يكون في دوامات، وممكن يكون امان جدا. يعني انا عن نفسي مجربتش، وطبعا مش هفكر ان انا اجرب في بحر زي كده، لكن حابه طبعا اقول لكم على المعلومه دي. لكن لازم طبعا ناخد احتياطاتنا حتى لو احنا بنعرف نعوم، لان اللي هينزل هنا هتكون على مسؤوليته الشخصيه. شايفين المكان اللي قدامنا ده اللي عليه القبه؟ ده قصر الرئاسه الجديد. هو مبني جنب مقابر الالمان، ومقابر الالمان هعملكوا عنها حلقه لوحدها، بس انتوا تقدروا تشوفوه من وانتوا قاعدين هنا، بتشوفوا القبه بتاعته.
هو بيبعد حوالي كذا كيلومتر. طب لو انت حابب تجيب اسرتك هنا وتستمتعوا هنا بالفيو، هنا الشاطئ مفهوش لا كراسي ولا شماسي ولا في كمان تواليت، يعني الشاطئ مازال غير مجهز. لكن مفيش اي مشكلة لو هتجيب معاك كراسي او اكل او شمسية او اي مستلزمات تانية وتقعد هنا وتستمتع بالفيو. نقاوة المية هنا جميلة قوي، ولسه هنا المكان محتفظ بجماله وبشكله الطبيعي. المكان هنا بيور قوي، مفهوش لسه اي تلوث. والعلمين تستاهل دلوقتي اننا نركز عليها وعلى المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل هنا، لان المكان ده كان الموقع اللي شهد على الحرب العالمية التانية اللي سقط فيها جنود كتير جدا من دول الحلفاء والمحور، وخصوصا من دول المحور اللي هم ايطاليا والمانيا. والمكان ده كان مليان بالألغام، وما كانش اي حد بيقدر يدخل هنا المكان او يمشي. كانت الألغام اللي كانت موجودة هنا وكانت مزروعة في كل مكان كانت ممكن تنفجر في اي وقت، فما كانش اي حد بيحس هنا بالامان. لكن المشروع اللي هنا اللي تم من خلال القوات المسلحة سنة 2016 ابتدوا ان هم يزيلوا كل الالغام اللي موجودة هنا، وابتدوا بعديها يعملوا المشروعات اللي احنا شايفينها دلوقتي. ده كان فيديو عن شاطئ العلمين العام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والشير والاشتراك فيها، واستنوا ان شاء الله حلقات تانية كتير عن اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.